السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم بسيطلات حلوين كيجيو رائعين، كنتمنى يعجبوكم. كيجيو جد رائعين، بسيطلات بالدجاج ومعسلين بالعسل بشكلين مختلفين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه اللي غنقدم لكم. معروفه بسطيله، كلشي كيعرف ليها، غير كل واحد والطريقه ديالو. طريقه بسيطه وفي متناول الجميع. اللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع العائله والاصدقاء، مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهوات حنان حفيظ. مع لايكاتكم، تعاليقكم ونصائحكم ليا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. ندوزو المقادير على بركه الله. كناخذ البصله كنقطعها طويله بهذا الشكل تقريبا، على حساب البصل ديما كيكون على حساب كميه ديال الدجاج وديال البسطيله اللي انت باغا ديري. انا تقريبا هنا 4 ديال البصلات موين او لا يكونوا كبار، قطعتهم. ممكن تقطعي مربعات، انا فضلت نقطعهم بحال هكا. بالنسبه للدجاج انا كان طيب عندي من قبل تقريبا دجاجه اللي عندي هنايا. يعني غنعسل غير البصله وغادي نكمل المقادير اللي عندي متوفرين. غادي ندير 4 ديال البيضات، هاد البيضات بلديين اللي غادي نستعمل. انا درت هنا غير 4، ممكن تستعملي اكثر. وبالنسبه لشويه الملح، بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير في هذيك البصله ديالي، شويه ديال التحميره او نص معلقه، بزار تا هو راس ديال المعلقه، راس نص ديال معلقه صغير ديال السكينجبير او الزنجبيل، شويه نص معلقه ديال الخرقوم عرق الكركم، مقادير بسيطه ورائعه. دويمه ديال الزعفران، ومن بعد ناخذ كوكوط اللي غادي ندير فيها المقادير كاملين وغنديرها طيب. معلقه ديال القرفه. ملي غادي طيب وتعسل درت معلقه ديال شويه ديال السمن، ودرت معاها شويه ديال معطريه ديال البسطيله ما وريتهاش لكم. كناخذ داك الدجاج كان عندي في الكونجيلاتور بعد ما تطلق، كنعاود نفرتو الحجم اللي انا محتاجه ليه، وكنحتفظ به على جنب. بين ما عسلت البصله ديالي مزيان، انا عسلتها بالعسل. بعد ما تعسلات هي هذيك، شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي جد رائع. كنزيد داك البصله على الدجاج، كتجي معسله ومعلكه حتى كتوقف البصيله اللي عندي. وكندخلو في الدجاج كيف كيبان لكم في الفيديو. الدجاج ممكن تصغريه على هذا الحجم اللي انا درت، انا كنفضلو يكون باش يبقى باين. زدت معلقه ديال العسل، هاد المعلقه اللي زدت عسل حر.
وكندخلها في دوك المقادير اللي عندي. بالنسبه في نفس كوكوط اللي طيبت فيها البصله كنعمل داك البيض كنطيبو، ومع ضروري تبقاي تحركي فيه باش ما يتحرقش، وكنزيدو على الحشوه الاولى وكنحرك نخلط البيض مع البصله والدجاج باش يدخلوا مع بعضياتهم. ومن بعد كنخليها تصفى في شبكه حتى يحيد داك الماء كامل. من بعد كناخذ الورقه كنعملها بحال هاد الطريقه، كنعمل فيها ناخذ شويه الزيت ندير الحشوه كيف كيبان لكم في الفيديو، نعمل شويه اللوز اللي مخلطه بنكهه زهره البرتقال وبالسنيده وشويه القرفه، وكنديروا لي في الورقه ديالي اولا في البسيطيله ديالي. دائما الطريقه كتبقى كل واحد وطريقته، كل واحد وكيفاش كيديروا لي البسطيله ديالو. كنبقى ندير نفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال البسطيله كيف كيبان لكم في الفيديو. وانا كندير بياض ديال البيض باش الجوانب يتسدوا، وكندهنها بالزيت من الاحسن باش تجينا مقرمشه. بغيتي ديري الزبده كل واحد واش كيفضل. دابا كنقلبها ومن بعد كنزيد لها ورقه اخرى وكنسدها كيف عيبان لكم. مع دهن الورق بعد ما كتلصق ليك البسيطيله ديالك. وكنبقى نقاد فيها من الجناب ونحطها في الطاوه كيف عيبان لكم. كناخذ واحده اخرى كنبقاو حتى هي نفس العمليه كنعاودو فيها، وانا كنجمع في البسيطلات ديالي. كنديروا نفس الطريقه. دابا بعد ما كملتهم غادي ندهنهم غير بالزيت، كندخلهم للفران حتى يطيبوا على خاطرهم. هذا الشكل ديال الورده درتو شاركتو معكم. انا بقيت نطيب داكشي اللي محتاجاه، ومن بعد غادي نزينو بشويه ديال السكر كلاصي مع القرفه. دابا بعد ما طابوا ليش وكيجيو محمرين ومقرمشين، كنتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. كيف قلت لكم الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس واللايكات والتعاليق باش دائما يوصلكم الجديد مع شهوات حنان حفيظ. شوف الشكل ديالهم كيجي رائع وزوين. كيف قلنا من بعد غادي نزينوهم بشويه ديال السكر ثقيل شويه ديال القرفه ونقدموهم بالصحه والراحه. طريقه بسيطه وسهله، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. في امان الله ورعايته. تسناو فيديو جديد. مع السلامه. خليك لي يا غالي ونطير معاك إلى ليالي.
ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي يا سالي وانطر معك